العزايم هتبقى كتير في عيد الاضحى من مطبخ الشام. تعال بص كده، ادي الستيك وادي الطرب وكمان الكفته، الكلام ده كله في مطبخ الشام يا جماعه. افتح يا سمسم. دي الكفته بتاعت مطبخ الشام، اما ده الطرب بتاع مطبخ الشام، ده الستيك بتاع مطبخ الشام. كده بقى ابدا اقول لكم يلا بينا نشوي. أغيب وذل طائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، وأنزل حاجتي في كل حال. انا بحب اعمل كل حاجه بنفسي، عشان كده بجرب كل حاجه. احلى حاجه عندهم بقى في مطبخ الشام ان كل منتجاتهم منتجات صافيه، ما فيهاش فول صويا ولا مواد اضافيه ولا مواد حافظه، الحاجه لسه بخيرها. في العيد هتتروق وهتتبسط. وكمان عندهم لو طلبت اي 3 كيلو من اي منتج التوصيل مجانا. 5 سنه مطبخ الشام على فكره يا جماعه. عندهم كمان جبن، وعندهم جميع المصنعات بتاعتهم بدون فول صويا، وده اللي بيتميز بصراحه بيه مطبخ الشام، وده مش اول ريفيو اعمله. عندهم كوبيبه وجبن هم بيصنعوها باسعار والجوده لحمه. اللهم صل على النبي، زيدوا النبي صلاه يا جماعه. اللهم بارك اللهم بارك. كل سنه وانتم طيبين. الحلويات دي كلها في مطبخ الشام زي ما انتم شايفين. اللهم بارك اللهم بارك. مطبخ الشام حقق لك كل الاحلام.